بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه، وبعد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن سيدنا تميم الداري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إخواني أخواتي جماعة العدل والإحسان، باش تطبق هذا الحديث دائما كانت كتحرص على المسألة ديال النصيحة، تتكلم وتبين الأمور مزيان، وهذا الشيء من النهار اللي بدات الجهاد ديالها. والحاجة الأخرية اللي داتها هي هذه النصيحة اللي كتبتها من بعد ما دازت الانتخابات في المغرب، وبينت فيها الأمور وقالت فيها الكلام ديالها. وحنا باش يوصل هذا الشيء للشعب كامل، لا اللي قاري ولا اللي ما قاريش، ترجمناها للدارجة باش كل شيء يسمع. وحنا قلنا بعد من قبل بأن الدارجة عمرها ما توصل الأمور والمعنى بحال العربية، ولكن احنا غير نقربوا المعنى باش الناس كلها تعرف اشنو واقع وتسمع الكلام ديال جماعة العدل والإحسان. وربما كاين اللي هو قاري الحمد لله ويسمع هذا الكلام بالدارجة ويرجع للأصل ديال العربية باش تكون الفائدة تعم. فاحنا نديروا اللي في جهدنا باش نوصلوا المعنى كما هو، والكمال من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل القبول والسداد، ونمشيو نسمعوا لهذه النصيحة اللي سمتها جماعة العدل والإحسان وثيقة جميعا من أجل الخلاص. النصيحة سمتها الجماعة، سمتها وثيقة. والمعنى ديال هذه السمية اللي أعطتها الجماعة: أجيو كاملين نديروا اليد في اليد باش نخرجوا نفوسنا وبلادنا من هذه المصيبة فجرها. هذه الوثيقة كتبت نهار 27 ذو القعدة من عام 1428 اللي هو الموافق ديال 8 دجنبر 2007، يعني 8 في شهر 12 من 2007. بسم الله.